إلا كنتي دابا دخلتي تشوفي هاد الفيديو فأكيد غادي تكوني خديتي مني هاد الباك. بحال اسمها إلا كنتي باقا ما خديتيش تقدري تكوموندي من عندي في هاد النمرة هادي. الباك ديالي حتى الولاد اللي ما عمرهم ما دخلوا الكوزينه يقدروا ياخذوا هاد الباك هذا، يخلطوه ويتمتعوا بسلو إلا كانوا بعادين على والديهم. بسم الله، نبداو على بركة الله. في القصعة ديالي غادي نحط الخليط ديالي ديال الدقيق، الجنجلان كي قلنا راه مغسول منقي محمر ومهرمش، اللوز حتى هو مغسول محمر ومهرمش، كاوكاو احمر حتى هو مغسول محمر ومنقي ومهرمش. كاوكاو اختياري، اللي ما بغاش يقدر يستغنى عليه. هذا سكر التمر، اللي ما بغاش كيقدر يحيدو ويديروا السكر الابيض، كيبقى اختياري. ولكن هذا بالنسبه للناس اللي دايرين الريجيوم وما كياكلوش السكر الابيض، هذا راه البديل الانسب ليهم. هنايا عندي النافع بطبيعه الحال حتى هو منقي مزيان محمر ومطحون ومغربل. القرفه بطبيعه الحال حتى هي مغسوله مسكه، غناخدو منها حبيبات ندقوهم باش نتفاداو انهم يلصقوا لينا. غادي ناخدو معاهم غير شي شويه ديال الطحين ندقوهم صافي ونديروهم. هنايا عندنا شويه ديال الكوزه، حتى هذه راه كتبقى اختياريه، اللي ما بغاش ما يديرهاش. كنخلطوا هاد العناصر هنايا مزيان. هنايا كيبقى اختياري، اللي بغى يدير زيت البلديه كيديرها، اللي بغى يدير زيت المائده، اللي بغى يدير الزبده، كل واحد كيدير ديك الساعات بالطريقه ديالو. كنخلطوا هاد العناصر هذه مزيان، كنعجنوها، نزيدوا عليها الماده الدهنيه ديالنا، وغادي نتحصلوا على السلو اللي غادي يكون لذيذ. شفتوا معايا شحال ساهل؟ انا غنخلط هذا الشيء وتشوفوا معايا النتيجه النهائيه. والسلو ديالي من بعد ما خلطته راه هو هذا. اش بان لكم؟ 5 دقائق ولا ماشي 5 دقائق؟ واذا دورت الكاميرا غادي تلقاو كل واحد شاد طبسيل تما وجالس كياكل. المهم بصحتهم وبصحه الجميع.